السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة المتابعين عبر الانستغرام أو زيادة المتابعين في الانستغرام بدون ما تتابع أحد، والطريقة هذه مجربة مضمونة. طبعا الطريقة هذه ما حصلت عليها شرح في اليوتيوب. حبيت أنزل عن الطريقة هذه لأني تعبت وأنا أزود الناس. يمكن في الأسبوع أزود حوالي 100 شخص، أزودهم على 200-300 متابع، بس أنا ضغط. فحبيت اسوي الطريقة هذه وكلنا يسوي نفسه. اول شيء تحمل هذا البرنامج اللي هو اب تو اد اسمه زي كذا. آه، تحمله، بعد تدخل على الموقع تحمله، من ثم تروح على ملفاتي. بعد ما تحمله، بعد ما يجيك اكتمل التنزيل، تروح على SD كارد وعلى داونلود، من ثم راح يجيك نفس زي كذا، تضغط عليه وحزمة مثبت مرة واحدة فقط. وثبته. طبعا انا ثبته من قبل عشان جاني زي كذا، ولا هو طيب خلنا اثبته بعد. تثبيت. طبعا هو ما راح يجيكم زي اللي قبل شوية، راح يجي معكم تثبيت على طول. تضغط على التثبيت، بعدين تروح على تمت. طيب وترجع طيب تلقاه شكله على سطح المكتب زي كذا، up to date. فاول ما تحمله راح يقول لك التحديث، عنده تحديث، فانت تعطيه موافق وراح يبدأ يحدث معك على طول. اوكي، بعد ما يثبت راح تبحث على، او بعد ما يحدث عفوا، راح تبحث على جيت فلاورز الذهاب. تحمل هذا البرنامج. ايوه واضح كذا. تضغط يعني تحمله، تضغط عليه وتسوي تثبيت، من ثم راح يبدأ يحمل معك. إذا خلص راح يطلع معك بسطح المكتب بالشكل هذا. أول ما تضغط عليه راح يقول لك تسجيل الدخول عبر الانستغرام. تضغط على تعطيه حسابك على الانستغرام. طيب الحين جاء وقت زبدة الموضوع. أول شيء لازم يكون عندك حساب وهمي، يعني حساب ما تبغاه، يعني مو مهم تتابع فيه ولا ما تتابع، حساب وهمي يعني. بس عشان نجمع فيه النقاط اللي هي الكوينز. فأول ما تدخل البرنامج راح يطلب منك تسجيل دخول. عطى حسابك الرسمي، من ثم بعد ما سجل دخول راح يطلع معك زي هذا الواجهة بالضبط، زي كذا. طيب الحين طبعا هو ما راح يعطيك 50 كوينز، راح يجيك 0، بعض الأحيان يجيك 30 كذا من عندهم هدية. فتضغط على صورة حسابك وتسوي على added account إضافة حساب، من ثم تحط الحساب الوهمي، الحساب اللي ما تبغاه، الاسم والباسورد، ومن ثم راح يطلع معك هنا الحساب اللي ضفته زي كذا. تروح على الحساب الوهمي، تجمع أو تتابع ناس عشان يعطيك الكوينز. طبعا أنا جمعت 51 كوينز. الحين بعد ما تخلص متابعة الناس على الحساب هذا وتوصل على 50. طبعا هنا اصبروا، هنا إذا جمعت 50 كوينز بإمكانك تشتري 25 متابع. إذا جمعت 100 كوينز تشتري 50 متابع. إذا جمعت 200 نفس كذا. فأنا جمعت 51 كوينز. فالحساب الوهمي اللي جمعت فيه خلاص انتهت مهمته. الحين ترجع على حسابك الرسمي. الحين تروح على الخيار اللي في النص، معي 50 ما يمكن. طبعا زي ما تشوفون هنا متابعيني 5016. طيب تضغط على علامة 50 كوينز، فهو راح يبدأ يزود. طبعا أنا أتابع 1850، الحين قاعد يزود. طبعا خلص. طبعا زي ما نشوف راحت 50 كوينز، بقي معنا 1 كوينز. الحين نروح على
الانستغرام. طيب هذه طبعا زي ما تشوفون هو يقول لك انه راح تضيف 25 متابع، وهو راح يضيف لك 37، يعني هو 37. هو راح يقول لك بالبرنامج انه 25 امكانك تشتري، وهو راح يسمح لك او راح يحول لك 37، ما هو 25 37. وانا حولني 31، باقي يمكن 31 اتوقع. المهم انه حول زي ما تشوفوا. وكنت زي ما قلت لكم من قبل انا كنت اتابع 1850 او 5، ما تغير شيء. والمتابعين شفت زي ما شفتوا تغيروا، كانوا 5015 اتوقع. المهم هذا زاد زي ما شفت الطريقة زي كذا. فبس هذا اللي كان عندي. طيب لا تنسى تضيفني على الانستغرام اذا ما تبغى، بكيفك عاد. اتمنى ان الشرح كان واضح، فلا تنساني من الدعم، لايك سبسكرايب الحركات الحلوة. طيب قبل لا انهي الشرح، هذا حساب يزود متابعين، هذا حساب يزود متابعين موثوق فيه، يعني حساب بدون ما تعطيه باسورد. طبق شروطه اللي هو تتابع هذا الحساب، تتابع هذا الحساب، ثم انشر الصورة اللي منزلتها انا مع تاجين، اللي هي هذه. تنشر هذه الصورة مع التاجين، التاج، ومن ثم يكون حسابك مفتوح عشان يوصلها النشر، وتجيها على الخاص، يعني تكلم على الخاص بالحساب هذا، تروح على الخاص تضيف هذا الحساب تكلمها، وهي راح تعلمك الطريقة ان شاء الله. الطريقة سهلة جدا وفعالة. طبعا هذا كم زادته 600 متابع، حلو والله. بس اتمنى اني كنت خفيف عليكم. لا تنسون اللايك سبسكرايب، اذا ما تبغى بكيفك. في امان الله.